يعني احفادها قد سيادتك كده، كلهم بيجوا يقعدوا معاها المغرب وسايبينها مرميه كده، بيجي ياخد منها الفلوس والاكل اللي معاها. انت بالك قد ايه بتشوفها بقالي بتاع في الوضع ده؟ 3 اشهر بقى او شهرين، لان انا لسه جاي هنا جديد. تمام. وهي ليها اولاد بيسالوا ليها، بيجي يجيبوا لها اكل ولها شرب وساعات بياخد منها الفلوس. طب وليه سايبين امهم كده يعني؟ ما اعرفش. طبعا كل واحد زي حضرتك بعدي بيديها فلوس اكل. بس طب ما فيش حد من المنطقه فكر يساعدها؟ المستشفى دي ما فكرتش تعمل لها حاجه؟ ما حدش فكر في حاجه؟ بيسالوا، كانوا عايزين مفكرينها ما ملهاش حد، فعايزين يجيبوا لها. ليها موجودين. طب هم ليه حضرتك سايبينها كده يعني؟ ليه فوق هي ما بتطيقش تقعد معاهم هنا، بتنزل تقعد هنا على طول. هم كانوا مفكرين عم سامي ملهاش حد، عايزين يعملوا لها اي حاجه. لا ناس كويسين، لا ناس كويسين، لا بص وليها عندها شقه فوق هي اللي بتنزل. البلوكات اللي فوق دي منزل اكترتها مسيحيين، هم بعضيهم كده ليهم اكتر من دي 4 شقق فوق. انا اتفقت مع الحاج من الصبح يورينا بيت عيالها. اوريلك تعالى احنا المطعم بص بتاعنا اللي بره كان الفرن. بصي انا بقى اب عن جدا من هنا، وعارفها وعارف عيالها وعارف اهلها. هي ما بتقدرش، لما تيجي تكلميهم هي بتنزل مش ذنبنا. انتي حتى شويه مناديل ست ثمن. لا انتي مش هتجيبي مناديل ولا هتجيبي اي حاجه، بس انتي مش عندك ولاد؟ عندي اولاد وما اخواتي اللي رماتهم زعلتني. عندك ولاد وليه مش بتقعدي معاهم؟ لا ما معاش الشقه قاعد فيها وزعلتني، لكن ما خليش امك معاي. هي مراته بتقول له ما تخليش امك معايا؟ طب لو انا حلت لك المشكله دي ومراته ما بقاش ليها دعوه بيكي وانا اجي ازورك فوق في البيت؟ لا بس ما صالها جن وتبقى جن زدتم اجيالي ما اجيالي تغلط فيا. بتضربك؟ تاكل تكسب ما تقولش هي. انا زي حتى اوضه حتى اوضه بياخدوها يعني انت بتديها كده مسرحينها يعني. طيب انت هقول لك حاجه، انت بقى عشان تقعدي في شقه لوحدك مش هينفع. حتى اوضه حتى اوضه مشكلتك هتتحل وهيبقى عندك شقه باذن الله، او هتقعدي في مكان في حد ياخد باله منك ان شاء الله باذن الله.